صحيه، محجوز طبعا في المستشفى، وما حضرش فرح بنت اخوه، وعلى فعل هو عامله في الفيلا بتاعته، بس ما حضرش الفرح. ربنا يشفيه يا رب ويقومه لنا بالسلامه ان شاء الله، ويقومه لعياله وعيال عياله. طبعا الصحفيين كلهم راحوا عشان يشوفوا عادل امام وايه السبب اللي هو ما يحضرش فرح بنت اخوه. اللي بيقول لك ايه ده محجوز من قبلها بشهر في المستشفى، واللي بيقول لك ده عنده مرض الزهايمر، واللي بيقول لك عنده ازمه قلبيه. طبعا انتوا عارفين الصحافه والاشاعات اللي بتطلع على الفنانين معروفه يعني. بيطلعوا عليه كذا وبيطلعوا عليه كذا ويطلعوا عليه، والشخص بيبقى سليم جدا ما فيهوش اي حاجه، يعني بيشتكي من اعراض حاجات بسيطه بس بيكبروها قوي، بيكبروها جدا. ليه هو ما حضرش؟ ليه هو محجوز في العنايه المركزه؟ لا ده عنده زهايمر، لا ده عنده ازمه قلبيه، لا ده مش عارف ايه. كلها اشاعات. ربنا يشفيه يا رب، يقومهن بالسلامه ان شاء الله، ويقومه لعياله ويفرح بعيال عياله ان شاء الله. الفنان الكبير الزعيم عادل امام، ان شاء الله ربنا يكمل شفاء على خير، ونبطل اشاعات شويه، نبطل شويه كده ايه من درويج كلام على الفاضي. عشان ايه؟ تجيبوا شهادات عاليه، تقومي تموتي وتمرضي وتجوزي وتخطبي، وكل ده على الفاضي ما حصلش. يعني مرضت الراجل وجبت له زهايمر وجبت له